وبيبدأ أحداث فيلمنا في كولومبيا سنة 1992، وبنشوف رئيس عصابة اسمه دون لويز مع صديقه فابيو، وده عشان يفضوا الشراكة وكل الشغل اللي ما بينهم. وبيكون فابيو مسجل كل العمليات اللي نفذوها على شريحة وبيسلمها لدون لويز، وبيتأكد منه لويز لو كان مسجل من نسخة تانية، لكن بيقنعه فابيو إن هي دي الشريحة بس اللي معاه. وبعد ما فابيو بيودع لويز وبيخرج، بيؤمر لويز ماركو بقتل فابيو وعيلته. وقتها فابيو بيركب عربيته مع رجالته وبيكون متعصب جدا، وبيقول إن مش ممكن لويز يسيبه يخرج من غير ما يقتله، وفكر ان لويز بيجهز خطه علشان يتخلص منه هو وعيلته كلها. وبعدها بيرجع فابيو للبيت وبيقول لمراته ان قدامهم 10 دقايق بس علشان يهربوا، وطبعا بتفهم مراته كلامه وبتقول لبنتها كاتاليا تجهز شنطتها بسرعه. وفابيو بيكون معاه شريحه تانية وبيديها لبنته كاتاليا، وبيعرفها ان الشريحه دي بالنسبه لها هي جواز سفرها، وكتب ليها ورقه اول ما توصل للسفاره تسلمها لشخص وهيساعدها، وكتب ليها ورقه تانية ودي بيكون عليها عنوان عمها في شيكاغو، وبيديها السلسله بتاعته واللي هيكون عليها رسمه زهره الكاتاليا، علشان هم مشهورين بزراعه الزهره دي قرر ان هو يسميها كاتاليا. وقتها بتوصل عصابه لويز المسلحه لبيت فابيو وبيقتلوا رجالته كلهم، وبيحاول فابيو يهرب مع مراته وبنته من الباب الخلفي، لكن بيلاحظ وجود باقي رجاله لويز وبكده مش هيقدر يهرب منهم، وقرر يواجههم هو ومراته بالاسلحه اللي معاهم. بعد مواجهه بينهم طويله بتسمع كاتاليا صوت الرصاص، وبتشوف ابوها وامها وهم بيتقتلوا قدامها، وبتكون نظره عينيها كلها حزن وانتقام. ووقتها بيدخل ماركو بيتكلم معاها بهدوء وبيعرفها ان دون لويز كان بيعز ابوها فابيو وكان بيعتبره ابنه، وبيقول لها ان هي بنت ذكيه وشاطره في دراستها واكيد هتسمع كلامه. وعرفها ان ابوها كان معاه شريحه تخص دون لويز وعاوز يعرف مكان الشريحه، لكن بيتفاجئ برد كاتاليا العنيف وهي بتضربه بالسكينه في ايديه وبتهرب. وبيحاول واحد من عصابه لويز يضرب عليها النار، لكن بيقول له ماركو انه عاوزها حيه، وبسبب مهارة كاتاليا بتهرب منهم بطريقة احترافية وهما بيطاردوها، وبتقدر تدخل منهم داخل مصرف وبتوصل عن طريقه داخل بلاعة في الشارع وبتخرج منها. وبعدها بتتجه للسفارة وبتدي الورقة اللي معاها للعسكري، وعلى طول بياخدها للمحقق وبتديله الشريحة اللي معاها. وأول ما بيشوف المعلومات اللي على الشريحة بيسألها لو كانت تعرف حاجة عن الشريحة دي، وبسبب ذكائها عرفته إن هو جواز سفرها. وقتها بيتم نقل كاتاليا في طيارة خاصة للولايات المتحدة وبيتم صرف مبلغ لرعايتها، وبتكون كاتاليا مع مسؤولة الرعاية عنها وبتطلب منها تدخل الحمام. تفضل المسؤولة في انتظارها وبعدها بتعرف ان كاتاليا هربت، وبنشوفها وهي بتدي الورقة اللي فيها عنوان عمها في شيكاغو للموظف، وعلى طول بيقطع لها تذكرة بالعنوان. ولما بتوصل بتدي الورقة اللي معاها لشخص في الشارع، ولما بيقرا الورقة بيروح لعمها ايميليو واللي بيكون وقتها بيضرب في واحد وبيعذبه، وعرفه ان في بنت اسمها كاتاليا في انتظاره. وبعدها بيروح ايميليو يشوف كاتاليا وبيحضنها وهي بتعيط وبتكون حزينة جدا بسبب اللي حصل لهم، وبيعرفها عمها انه كان معتقدها ماتت هي كمان، وبيسيبها ترتاح شوية. واول ما بتصحى بتروح تقعد مع عمها وجدتها وبتسالهم عن الاوضه اللي كانت قاعده فيها، وبيقول لها ان دي كانت الاوضه بتاعت ابنه قبل ما يموت. وبيشوف معاها ورقه وعليها رسمه وبيقول لها ان هي موهوبه وهتبقى فنانه محترفه، لكنه بيتصدم من كلام كاتاليا وهي بترد عليه وبتقول له انها عاوزه تتعلم مهارات القتال وطلبت مساعدته. وبعدها بياخدها عمها وبيروح المدرسه علشان يقدم لها، لكن بتكون المديره رافضه علشان بيكونوا في نص العام الدراسي، لكنها بعدها بتوافق لما بتعرف ان عيلتها تعرضوا لحادث عربيه وماتوا. وبعد ما بيخرجوا بتقول له كاتاليا انها مش عايزه تدخل المدرسه ومصممه انها تتعلم الفنون القتاليه والا هتعتمد على نفسها. وبيطلع عمها سلاح وبيضرب النار على العربيه في الشارع وبيدمرها، وبيعرف كاتاليا ان مش كل حاجه القتال وانها لازم تكون ذكيه وتتعلم الاساسيات الاول في التعليم، وبيخيرها بين القتال او التعليم الاول. واول ما بتوصل الشرطه على طول كاتاليا بتختار التعليم وبيمشوا من غير ما الشرطه تلاحظ وجودهم. وبعد 15 سنه في كاليفورنيا بنشوف عربيه وهي بتعمل حادثه في عربيه الشرطه تنزل منها بنت وهي سكرانه واللي بتكون كاتاليا، وبيتم القبض عليها. ولما بتروح اسم الشرطه بيتوجه ليها تهمه القياده وهي سكرانه، وكمان مش معاها رخصه قياده او اوراق العربيه. وبيؤمر المحقق بحبسها وطلب من واحد من الشرطه يعمل لها فنجان قهوه علشان تقدر تستعيد وعيها تاني. وقتها قوات الشرطة قبضوا على مجرم خطير اسمه جينيرو وهيقضي ليلة واحدة داخل اسم الشرطة وبعدها هيتم ترحيله. وفي نفس الوقت بيعمل المحقق كوباية قهوة لكاتاليا وبيبعتها ليها الزنزانة، وبمجرد ما بيخرج بتصحى على طول، وإن حوار سكرانة ده كان مجرد تمثيلية على الشرطة. وبتقدر إنها تفتح باب الزنزانة وتغير واجهة الكاميرا علشان محدش يشوفها من الحراس، وبتاخد معاها المعلقة اللي كانت في القهوة وبتدخل لغرفة الكهرباء وبتفتح لوحة المفاتيح وبتحط المعلقة وبتعمل فتحة في كوباية المية وبتسيبها تنقط على
معلقه، وبتظبط ساعتها وبتدخل بعدها لفتحات التهويه الخاصه بالمراوح، وبتراقب كاتاليا الوقت على ساعتها، وبمجرد ما بيفصل التيار الكهربي بسبب الماس اللي عملته في لوحه الكهرباء بتتوقف المراوح، وبتقدر ان هي تعدي من الفتحات الصغيره قبل ما المحقق يرجع الكهرباء تاني. وبعدها بتوصل عن طريق فتحه صغيره داخل الحمام، وبتشوف حارس المراقبه المسؤول عن زنزانه جينيرو وبتضربه لحد ما بيفقد الوعي، وبتستخدم وشه علشان الحارس يفتح لها الباب ويرجع مكان حراسته، وبتاخد السلاح بتاعه وبتدخل على جينيرو وبتقتله. وقتها بيسمع افراد الشرطه اطلاق الرصاص وبينضرب جهاز الانذار، وبيتجهوا افراد الشرطه لزنزانه جينيرو، وبتكون كاتاليا ثابت المسدس مع الحارس وهو فقد الوعي، وبيقتلوا المحقق، لكن بيلاحظ ان في رسمه موجوده على جثه جينيرو، وبكده بيتاكد ان في حد موجود داخل السجن، وبدأوا افراد الشرطه بالبحث. وقتها كاتاليا بتحاول تهرب من فتحات التهويه اللي في السجن، وبتقدر انها توصل للسطح وتستخبى منهم من غير ما حد يعرف يوصل لها، وبتقدر ان هي ترجع تاني للزنزانه قبل ما حد يكتشف اختفائها. وبيروح المحقق يتاكد بنفسه، لكن بيلاقيها موجوده في الزنزانه. وبعدها بيوصل للمقر العميل روس من المخابرات، وبيتقابل مع افراد الشرطه وبيروح معاهم المشرحه، وبيعرف منهم ان القتيل موجود عليه نفس الرسمه ونفس الخط، وان هو شخص واحد اللي بيعمل كده. وبنرجع تاني لاسم الشرطه، وبنعرف انه تم الافراج عن كاتاليا، ولكنها هتتحاكم عليها بعد 10 ايام. وبنلاحظ في كاميرات المراقبه كاتاليا وهي بتمضي على الورق مش بيكون ظاهر في الكاميرا حاجه، ده علشان ان هي متنكره في لبس وباروكه ومحدش يقدر يكشفها او يتعرف عليها. وبعد ما بتخرج من الاسم بتشيل جلد مزيف من على ايديها، وده علشان محدش يعرف بصماتها الحقيقيه ويتقبض عليها. وفي نفس الوقت بيروح العميل روس لاسم الشرطه، وبيدخل زنزانه جينيرو، وبدا يتوقع مكان اطلاق الرصاص، وبياخد باله من فتحات التهويه، فطلب بمراجعه كاميرات المراقبه كل اللي دخلوا الاسم خلال 24 ساعه. وبعدها بتتصل كاتاليا بعمها، وبيتعرفوا ان العمليه نجحت وهترجع بعد يومين، وعلى طول بيعرفها انه مجهز ليها مهمه تانية وهينتظرها. وبنعرف ان العميل روس بانه خلال 4 سنين اتنفذ 22 جريمه قتل، وكلهم بنفس الطريقه. وبيفهم روس ان القاتل بيحاول يوصل رساله، لكنها مش بتكون للشرطه وانما لحد تاني. وبيقرر يعمل لقاء صحفي علشان ينشر الرساله اللي عايز يوصلها القاتل للشخص اللي يقصده. وقتها بنشوف العميل ريتشارد من المخابرات الامريكيه وهو بيتقابل مع ماركو وبيسلم عليه، وبيسال عن دون لويز. وبيتقابل بعدها مع دون لويز، وبيعرفوا انه كان ممكن يتحكم عليه بالسجن النهائي، لكن بعد خروجه من كولومبيا لامريكا استأنفوا الحكم وساعدوه يشتغل تاني. وبيعرفوا ان جينيرو اتقتل، ودي الجريمه رقم 22، وانها مش مجرد صدفه، وان علامه الرسمه اللي دايما بتبقى على الجثه بترجع لزهره مش بتتزرع غير في كولومبيا. وطلب منه انه يكتشف القاتل ويدور عليه. وبيتعصب لويس على ماركو، وبيعرفوا ان اللي بتعمل كده هي بنت فابيو، وطلب منه وقتها انه يقتلهم كلهم، لكن كاتاليا قدرت تهرب، وطلب منه انه يدور عليها ويقتلها قبل ما توصل له. وبعدها بترجع كاتاليا البيت خاص بيها، وبنعرف ان عندها اجهزه وكاميرات مراقبه للمكان بالكامل. وفي نفس الوقت العميل روس بيشرح للمحققين ان كل واحد من الضحايا اللي اتقتلوا كان فاسد ومجرم، وان الشخص اللي قتل جينيرو كان موجود في اسم الشرطه، واستخدم الحارس للظهور للكاميرا علشان محدش يعرفه، وطلب منهم البحث المكثف لكل اللي كانوا موجودين وقتها في الاسم. وبتروح كاتاليا تتقابل مع عمها وبتطمن عليه وعلى جدتها، وبيديها المعلومات عن المهمه الجديده لشخص قدر يجمع 50 مليون دولار بالنصب والاحتيال، وانه اختفى بعدها. وبيلومها على الرسمه اللي بتعملها على كل ضحيه بتقوم بقتلها، وانه ما كانش يعرف باللي بتعمله. وبتقول له ان هي بتعمل كده علشان تخرج لويز من الجحر اللي هو مستخبي فيه، ومستنيه يطلع علشان تنتقم منه، لكنه بيرد عليها وبيعرفها ان دي مش طريقه احترافيه، وانها كده بتعرض حياتها للخطر، وان هو خايف عليها، لكنها مش بتهتم لكلامه. كل اللي يهمها انها توصل لمكان لويز وتنتقم منه. والعميل روس بيكون معاه الرسمه اللي بتبقى على كل ضحيه، وبيتفاجئ برد العامل اللي بيكون موجود معاه وقتها، وهو بيقول له ان دي زهره الكاتاليا وهي موجوده في كولومبيا، وانه عارف الزهره دي علشان مراته كولومبيه. وبيقرر روس يبحث عنها داخل المنظمات، لكن الدخول بيكون محظور. بعدها بتروح كاتاليا في مكان خاص بيها تزور الكلاب اللي بتربيهم على الشراسه، وبتاكلهم، وبتاخد من الخزنه باسبور مزور عشان تسافر بيه للمهمه الجديده. واللي بيكون ضحيتها اسمه ويلي، وبيكون من ضمن الفاسدين والمحتالين، واللي بيكون عنده حمام سباحه مقفول بالازاز، وده عشان اسماك القرش اللي بيكون حاططها في حمام السباحه. وبيطلب من الحارس الشخصي بتاعه انه يزود الحراسه في المكان ويأمنه كويس. وقتها بتكون كاتاليا قدرت ان هي توصل للقصر، وده عن طريق حمام السباحه، وكانت بتعوم جنب القروش بكل احترافيه. وبيصحى من النوم ويلي، وبيلاقي رسمه الكاتاليا مرسومه عليه، وكل الحراس اللي موجودين حواليه مقتولين. وبياخد الاسلحه بتاعتهم علشان يحمي نفسه، وبيشوف زهره الكاتاليا موجوده على حمام السباحه، وبيروح يشوفها وهو مستغرب. وبتكون كاتاليا في انتظاره، وبيحاول يضرب عليها النار، لكن الاسلحه مش بيكون فيها رصاص، فبتضربه طلقه في رجليه. وقتها اسماك القرش بيهجموا عليه
ويفترسوه من ريحه الدم. بعدها بيتصل الامير روز بريتشارد وبيعرفه ان هو المسؤول عن قضيه القاتل المحترف، لكنه مش عارف يوصل لاي معلومه بخصوص الزهره، وده بسبب حظر البيانات من المخابرات المركزيه. ولكن بيرفض ريتشارد ان هو يساعده باي معلومه، وده علشان ممنوع، وبينهي معاه المكالمه. وبيتصل ريتشارد بماركو وبيقول له ان الامير روز اتصل بيه وانه طلب منه معلومات بخصوص كاتاليا، وانه لازم يتخلص من المشكله دي في اقرب وقت. وكاتاليا بتتقابل مع صديقها داني واللي بيكون ما يعرفش حاجه عنها غير اسمها المستعار وبيكون جينيفر، وبيحاول يتكلم معاها علشان يعرف اي حاجه عنها، لكن كاتاليا بتهرب من اسئلته. وتاني يوم بيصحى داني من النوم وبسبب حبه لكاتاليا بيصورها على موبايله وهي نايمه من غير ما تعرف. وبتروح كاتاليا كالعاده علشان تقابل عمها، لكن بتلاقيه ان هو متعصب جدا وبيقول لها ان في 8 اشخاص اتقتلوا في مدينه ميامي ومن ضمنهم صديقته، وان الخطر بيقرب منهم بسبب الرسمه اللي بتسيبها على كل ضحيه. وبيعرفها ان هو مش هيساعدها باي مهمه تاني، وبيسيب لها صورتها وهي مع ابوها وامها وبيمشي. بعدها بيكون داني داخل كافيه مع صديقه براين وبيحكي له عن البنت اللي بيحبها، لكنه ما بيعرفش عنها اي حاجه. وبيوريه صورتها اللي هو مصورها على الموبايل وهي نايمه. واثناء ما هما بيتكلموا مع بعض بيلاحظ واحد من الشرطه وهو بيعمل له قضيه مخالفه، فبيخرج علشان يكلمه وبيسيب موبايله. وقتها بيستغل صديقه براين الصوره وبيبعتها لمرات اخوه واللي بتكون بتشتغل في المكتب الفيدرالي، وطلب منها انه يعرف بياناتها علشان يعرف صديقه داني ويعرفوا عنها كل حاجه. بعدها بيكون العميل روز في المكتب وبيلاحظ عمليه ادخال بيانات مطابقه لكاتاليا، وبيقرر يتعقب الارسال، وبيقدر يحدد مكان الموظفه السيرد اللي بتساعد براين، وقدر ان هو يعرف مكانها في شيكاغو. بعدها بتتصل كاتاليا بداني علشان تطمن عليه، ولكن في نفس الوقت العميل روز قدر يتبع المكالمه ويحدد موقعها. وبتتفاجئ كاتاليا بكلام داني وهو بيقول لها انه صورها وهي نايمه، وبتتصدم لما بتشوف فريق المداهمه في كاميرات المراقبه وهو بيقتحم المكان، وبتعرف ان هي انكشفت وبتقرر انها تهرب من المكان السري. وبتاخد كل الاسلحه بتاعتها وبتجهز قنبله لتفجير الحيطه بتوقيت القنبله اللي هيفجروها القوات لاقتحام غرفتها، وده علشان ما حدش يلاحظ مكانها. وبعدها بتضرب كاتاليا الرصاص على كاميرات المراقبه، وبيعرف واحد من الشرطه ان الكاميرات اللي اتعطلت داخل الجراج، وطلب من القوات ان هم يتوجهوا للجراج ويقبضوا عليها. لكن بتقدر تهرب كاتاليا منهم عن طريق فتحات التهويه اللي في الجراج، وبتروح على بيت عمها ايميليو، لكنها بتصدم لما بتلاقي جدتها مقتوله وعمها مربوط على الكرسي وعليه اثار تعذيب، وبتبقى منهاره جدا وحزينه على فراقهم. وبعدها بتروح للعميل روس وبتهدده بالمسدس وبتطلب منه يقعد على الكرسي، وبتعرفه ان الكرسي موصول بحساس ضغط لو اتحرك من مكانه القنبله اللي فيه هتنفجر. وبتحكي له عن كل اللي حصل لها والدافع اللي اجبرها ان هي تقتل 22 شخص علشان تقدر توصل لمكان لويز وتنتقم منه. طلبت منه يساعدها ويعرفها مكان لويز لان اللي بيحميه هي المخابرات الامريكيه، وهددته بقتل مراته واولاده علشان يساعدها. وقبل ما بتمشي بتظبط مده القنبله ان هي تقف لحد ما تهرب. وتاني يوم بيروح روس يتقابل مع ريتشارد وبيقول له عن المقابله اللي كانت مع كاتاليا، وانها هددته بقتل مراته واولاده علشان تعرف مكان لويز، لكن ريتشارد مش بيهتم لكلامه وبيرفض. وقتها بتتصل كاتاليا بروس وبلغته يعرف ريتشارد يساعدها بالمعلومات والا هتقتله من خلال القناصه المصوبه باتجاهه. ريتشارد مش بيصدق كلامه علشان الازاز ضد الرصاص، وبتضرب كاتاليا طلقه تحذيريه بتصيب الصوره اللي على مكتب ريتشارد. وبالفعل بتقدر كاتاليا انها تعرف منه عنوان خوفا منها لا تقتله، وبدات انها تستعد بالاسلحه والذخيره، وكمان بتاخد معاها الكلاب الشرسه اللي كانت بتدربهم. وبتروح تهدد واحد من اللي بيشتغلوا في المساحه علشان تاخد منه خريطه لمكان لويز وتقدر انها تقتحم المكان بسهوله. وبعدها ماركو بيشرح لرجالته ازاي يامنوا القصر بالكامل من هجوم كاتاليا. وقتها بيلاحظ لويز بصاروخ انضرب عليهم وبيفجر الدور اللي هم فيه كله، وماركو بياخد لويز لمكان امن علشان يستخبى فيه. وبعد مواجهه عنيفه بينهم من الرصاص قدرت كاتاليا انها تخلص على عصابه لويز، واشتبكت في معركه شرسه مع ماركو وقدرت انها تقتله بخزنه المسدس في رقبته. وقتها بيهرب لويز بالعربيه، لكن بيتفاجئ باتصال من ماركو لكنها بتكون كاتاليا، وبيقول لها انه قدر يهرب وتستعد المطارده علشان يقتلها. وبيتصدم لما يعرف ان الكلاب الشرسه بتاعتها داخل العربيه، وعن طريق المكالمه اللي بينهم بتأمرهم كاتاليا انهم يقتلوه. وبتكون كاتاليا قدرت انها تنفذ وعدها وبتنتقم من لويز. وبكده يكون فيلمنا خلص، وما تنساش تزورونا في القناه وهتلاقي ملخصات تعجبك، وما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس، ولو في فيلم عاوزنا نلخصه اكتبه تحت في التعليقات. والسلام.